كانت أقدامك تترك آثارا على الأرض فإن كلماتك تترك آثارا على القلب. فهنيئا لمن لا يغتاب أحد ولا يجرح أحد ولا يظلم أحد ولا يطعن في الظهر أحدا. هنيئا لمن لا يرى نفسه أفضل من أي أحد ولكنه مختلف عن كل أحد. هنيئا لمن تصالح مع نفسه ومع الحياة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده بدأت يومي بقى من الصبح بدري اهو. غسلت بقى الهدوم ولقيت بقى الجو مغيم كده كأنه هيمطر، وغسلت برضو الكاوتشيات بتوع الولاد اهو. وجاي لي بقى شوية فول كده من الأرض، قلت أفصصهم عشان هنعمل مع بعض النهاردة كشري الفول الأخضر. طريقة سهلة إن شاء الله تعجبكم قوي. أنا فصصت بقى شوية دول. الكيس ده كان ملان، بس طبعا انتوا عارفين الفول مهما كانت الكمية بتاعته كتيرة فما بيرميش كتير يعني اهو. فصصت بقى ده كله وهكمل دول تفصيص كده برضه. انا والولاد بقى بنحب الفول الاخضر، بنحب ناكله كده، فيعني ايه اتسلينا بقى على الفول. قلت اما الحق دول بقى قبل ما يخلصوا يعني، عشان انا بحب بقى اعمل الفول ده كشري فول اخضر، بيبقى طعمه حلو قوي. وكمان بابا اعمله برضه بصلصة كده زي الفول المدمس. وهقول لكم برضو على طريقة تخزينه، بيفضل معاكي فترة طويلة جدا، يعني ممكن يفضل معاكي سنة بنفس اللون بتاعه الأخضر ده. ما بيغيرش لونه ولا بيسود ولا أي حاجة خالص. أنا بفصص بقى، ما بفتحش القشرة مثلا كلها مرة واحدة كده، لا يعني بقطع من عند الحباية كده بحيث إن أخلص على طول، ما بياخدش معايا وقت. شايفين؟ اليوم اللي انا بغسل فيه الهدوم ببقى اعمل اكله سريعه، يعني مثلا اشوي سمك، اعمل حاجه سريعه زي دي كده. ممكن اعمل برضو مكرونه وجنبها فراخ او بيض مسلوق كده وبطاطس مقليه أو اي حاجه سريعه يعني، بحيث ما يبقاش مثلا يوم مضغوط عليا او اجهاد عليا كده. خلصت بقى الفول كله اهو، ونضفته بقى من الشوائب اللي فيه لو قشر فيه اي حاجه. وبعدين هغسله واسيبه بقى لغايه ما يتصفى خالص. معايا بقى حلة على البوتاجاز، حطيت فيها ميه واستنيت بقى لغايه ما بدأت تغلي اهي. احط هنا بقى معلقه سكر، المعلقه دي بتخلي الفول بنفس لونه، وبتحفظه فتره طويله جدا، بيفضل معاكي بنفس القرمشه بتاعته كده، لان احنا مش هنسلقه قوي يعني في الميه المغليه، يا دوب بس هيتحط في الميه وهنشيله، بحيث بس ايه يعني ياخد صدمه من الميه كده. معلقه السكر بقى بتخليه يحتفظ لفتره طويله، يعني يحتفظ بجودته كده لفتره طويله بلونه الاخضر وبنفس الجوده بتاعته. حطيت بقى الفول اهو بعد ما غسلته بقى وصفيته كويس. سيبه بقى لغايه ما يغلي غلوتين بس في الميه المغليه كده. وحطيت هنا برضو حله وفيها مصفى كده، عشان انا هطلع الفول على طول من الميه المغليه كده واحطه بقى يتصفى، عشان مش عايزينه يتهري معانا ولا يستوي. يا دوب تقطميه بصبعك كده يتقطع معاك كده، لكن ما يبقاش مستوي ولا مهري خالص، عشان طبعا لسه هيتفرز بقى وهياخد وقت يعني في الفريزر. هشيله بقى اهو. احطه بقى في المصفى لغايه ما يتصفى خالص بقى من الميه بتاعته دي. ممكن بقى تغسليه تحت الحنفيه، وممكن برضو تسيبيه لغايه ما يبرد وينشف خالص من الميه دي. بعد كده بتفرزيه بقى في اكياس التخزين، انت تحطها مثلا في الفريزر او كده. معايا بقى اكياس التخزين اهي، انا سبته بقى لغايه ما اتصفى خالص ونشف بقى من الميه بتاعته. قلبته بقى من وقت للتاني كده لغايه ما نشف خالص من فوق وتحت، عشان مش عايزين فيه ميه خالص، عشان طبعا لما بتفرز ما يعملش بقى كتل تلج كده او اي حاجه. وبرده عشان الجوده بتاعته يفضل بقى بلونه ويفضل معاكي برده فتره طويله. يعني شوفي مثلا في كل اكله بتستعملي قد ايه، بتفرزيها بقى في الكيس كده، يا دوب ان انت تطلعها من الكيس تفك بس وتستعمليها على طول اهو. ممكن برضو تستخدمي بقى الفول ده في لو هتعملي مثلا فلافل، بتبقى حلوه برضو. بتعملي بقى الخلطه بتاعته وبتفرميها بقى. لو احط بقى الكميه دي كلها في اكياس كده، واحطها برضو في الفريزر، وهسيب بقى شويه عشان انا هعمل بقى كشري فول. ان شاء الله طريقته تعجبكم قوي. انا بفرز برضو البسله والجزر بنفس الطريقه دي، بيفضل معايا بقى فتره طويله وكمان بنفس لونه وبنفس الجوده بتاعته. يعني الفول ده انا عندي برضو مفرزاه من قبل كده، لما باجي اطلعه ما شاء الله بيفضل بلونه، وكمان تشوف الحبايه كده كانها طازه، مجرد ما تسيبها بس تفك شويه تحس ان انت لسه مفصصاه ولونه اخضر كده وحلو يعني. هعمل بقى الكميه كلها اهي، بحطها بقى في الديب فريزر، بحطها فوق بعضها كده. شايفين؟ اهم حاجه بقى تخرج الهواء من الكيس الاول، وبعد كده بتربطيه.
اهم حاجه بقى تصفيه من الميه كويس قوي، عشان لو مثلا فرستيه بالميه بتاعته بيعمل بقى كتل تلج يعني رفيعه كده، بتبقى على على الفول، وبتخليه يطرى معاك، يعني تحس ان هو ايه ماير او كله ميه. فلازم يتصفى كويس قوي من الميه وينشف خالص كده، وبعد كده بتحطيه بقى في الاكياس وتفرزيه. خلاص كده اهو شايفين. هعمل بقى كشري بالفول الاخضر. معايا بقى حله على البوتاجاز، قطعت بقى فيها بصله كده اهي. استنى بقى لغايه ما البصله تحمر، يعني مش عايزاها تتحرق قوي او عايزاها تبقى يعني بيضه او صفرة كده، انا عايزاها تكون حمرة كده، عشان هي اللي تدي بقى اللون الاحمر للرز كده. البصله انا مقطعاها ناعم كده، انتوا ممكن بقى تبشريها في المبشره، ممكن تقطعها ناعم خالص بالسكينه. بقلبها بقى من وقت للتاني كده عشان تاخد نفس اللون، يعني ما تبقاش مثلا نصها ابيض ونصها احمر كده، عايزه البصله كلها تاخد نفس اللون. اهي شايفين لونها عامل ازاي. تبقى مكتره مثلا زيت شويه، لو هتعملي بقى بسمنه حط معلقه زيت عشان تخلي الرز مفلفل معاك كده برضو، بتديله لمعه يعني. حط هنا معلقه كده من الثوم المهروس، معلقه كبيره من الثوم المهروس اهو، واقلب برضو كله مع بعضه لغايه ما ريحه الثوم تطلع كده. وبعد كده احط بقى الفول. طبعا الفول بقى مغسول كويس ومتصفي برضو شايفين. هد عليه البوتاجاز كده برضو عشان البصله ما تتحرقش معانا. هقلب بقى الفول كده مع الثوم والبصله. حط هنا بقى معلقه كبيره كده من الملح. ده طبعا على قد الرز اللي انت هتحطيه. ومعايا هنا شويه شبت مقطعاه ناعم كده، بيدي بقى طعم الرز كده، بخليه حلو قوي برضو. لو عندك برضو بقدونس وكزبره كده بتقطعي بقى الورق بتاعه وتحطيه برضو مع الشبت. احط هنا ورقتين لورا، واحط برضو التوابل. احط هنا نص معلقه صغيره كده من الكمون، واحط نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه. وهقلب بقى كله مع بعضه كده. واسيبهم بقى على نار هاديه لغايه ما الفول يتلوح بالتوابل دي، وتحس ان هو يعني ايه نازل نسبه بسيطه كده من الميه، او يعني خد نسبه سوى بسيطه خالص، عشان احنا لسه برضه هنحط هنا كوبايه طماطم معصوره كده. خلاص كده شايفين. اغطي عليهم بقى على نار هاديه كده واسيبه. خلاص كده شايفين بقى نسبه السوى بتاعته اهي. نزل بقى، تحس ان نزل حاجه بسيطه كده من الميه، واحط هنا بقى كوبايه طماطم اهي عصرها في الخلاط ومصفياها. اعلي عليه البوتاجاز كده، واسيب الفول لغايه ما يستوى 3/4 سوا كده، عشان هيكمل بقى السوا الكامل مع الرز كده. هنشوف بقى الفول مع بعض. انا غاسله بقى الرز ومصفياه كويس، ما نقعتوش ولا اي حاجه خالص. هنشوف الفول اهو. سيبته بقى لغايه ما خد 3/4 سوا كده شايفين اهي، يعني ما بتتهريش معاكي، عشان احنا عايزينها برضو محتفظه بحجمها يعني وسمكها زي ما هي. تحس ان هي باينه برضو في الرز زي ما هي سليمه كده بس مستويه. شايفين، مش عايزينها تبقى مثلا مهريه خالص. احط بقى الرز اهو، واقلبهم بقى مع بعض كده، واحط بقى الميه بتاعته. طبعا هنقلل نسبه الميه شويه، هنعمل حسابنا طبعا على الخلطه والطماطم اللي كانت في الفول، عشان ما يتهريش معانا كده ويبقى معجن يعني. اقلب بقى كله مع بعض اهو، شايفين بقى اللون بتاعه. وعلى عليه البوتاجاز لغايه ما يتشرب بقى الميه بتاعته ويستوي، وبعد كده اوريهولكم. هنشوف بقى الرز مع بعض اهو. شايفين ما شاء الله لونه حلو قد ايه. شايفين بقى الجمال، ما شاء الله مفلفل، وكمان فيه لمعة كده، وطعمه حلو قوي ما شاء الله. شايفين وريحته كمان ما شاء الله حلو قوي اهو. بعد ما استوى بقى كويس طفيت عليه البوتاجاز. بتعملي جنبه بيض مسلوق وبطاطس مقلية وبتنجان برضو مقلي ومخلل وخضرة، بصل بقى وجرجير وكده. والطماطم برضو اللي بتعملي لها حشوة كده بتبقى حلوة قوي، وخلطة بتعملها جنبه برضو بيبقى طعمه حلو قوي ما شاء الله. حاجة كده تفتح النفس يعني. شايفين بقى لونه حلو قد ايه ومفلفل ازاي، وكمان الفول مش مهري خالص، يعني الحبايه زي ما هي اهي بس مستويه برضو. هوريكم بقى الليمون المعصفر اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، يعني يا دوب فات عليه 5 ايام بس. شايفين الجمال، شايفين حلو قد ايه. طبعا بقى نسبه السوى بتاعه الليمون المعصفر على حسب ما انت عايزه. يعني انت مثلا لو عايزاه بعد 5 ايام على طول بتسيبيه بقى يغلي شويه في الميه المغليه كده،
عايزاه بعد شهر يا دوب بتحطيه في المية المغلية وبتطلعيه على طول. فنسبة السوى زي ما انت عايزة. يعني شوف انت مثلا عايزة تاكلي منه بعد قد ايه، بتزودي عليه في السوى او بتقلليه. شايفين بقى الخلطة بتاعته، ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس. انا هطلعه بقى النهاردة عشان اكل منه بقى جنب الرز ده. وعملت بقى السلطة وعملت برضو جنبه بيض وبطاطس مقلية كده. شايفين حلو ازاي، ما شاء الله. شايفين بقى الخلطة بتاعته عاملة ازاي من جوه. الفيديو انا منزلاه قبل ده، فلو حد مثلا عايز يشوفه او كده. اهو شايفين شكله ما شاء الله حلو قد ايه. وطبعا برضو التملحة بتاعته زي ما انت عايزة. يعني مثلا لو انت بتحبيه حادق بتزودي الملح بتاعه، لو بتحبيه مثلا يكون مش حادق قوي بتقللي برضو الملح بتاعه. همسح بقى البوتاجاز اهو. ده بعد استعمال البوتاجاز بقى وانا بعمل بقى العشاء، فقلت همسحه معاكم برضو عشان نكمل بقى الروتين بتاعنا. هرش بقى بالبخاخ ده، انا بستعمله بقى لما يكون مثلا عايزه امسح البوتاجاز سريع سريع، لو معلهوش بقى دهون كتير ولا حروق كتير ولا حاجات من دي. اما بقى لو في حروق كتير على العيون باخدها بقى بنقعها في الميه المغليه كده وعليها شويه كربوناتو وشويه ملح الليمون. يعني معلقه كبيره من ملح الليمون ومعلقه كبيره كده من الكربوناتو وشويه بريل. وبقلبهم بقى مع بعض وبنقع بقى العيون والحوامل لغايه ما تتفتت بقى كل الدهون دي. لان انت اول ما بتحط ملح الليمون والنشادر، اول ما بتحطهم كده في الميه بتلاقي فوران كتير ورغاوي كده. اما لو بقى مسح سريع سريع بيبقى البخاخه دي ما شاء الله بتنضف على طول. شايفين دايما لو بتمسحي بقى البوتاجاز بعد كل استعمال ما بياخدش معاكي وقت برضه ولا مجهود في التنظيف ولا كده، ويفضل معاكي دايما بيلمع ونضيف. وكمان وانت بتمسحيه برضو ما تحاول على قد ما تقدري ما تجيبيش بقى رغاوي تحت العين كده. يعني مثلا لو عايزه منك غسيل كتير بتاخدوهم بقى تحت الحنفيه كده وبتدعكوهم بقى بالسلكه او بالسبونشه، عشان ما ينفعش تجيبي بقى رغاوي تحت العين. لان في ماسوره كده بتبقى حديد فبتتاكل من كتر ما بيجي مثلا عليها ميه او كده. يعني عندي برضو العين اللي في الاول الصغيره دي عشان من زمان يعني البوتاجاز اصلا من زمان. فتحس ان هو اتاكل كده، فلفيت عليه ورق ألمونيوم اللي هو الورق الفويل بتاع حفظ الطعام يعني. وكانت بتطلع نار الاول تحت العين من هنا كده، بس من بعد ما عملتها الحمد لله يعني خلاص ما عادش بتطلع وكده. مسحت برضو الحوامل اهي هرصهم بقى كده. وامسح برضو الغطا بتاع البوتاجاز اهو. برش بقى رشه كده بالبخاخه دي. بتشيل بقى مثلا لو في دهون في اي حاجه بتشال على طول. وعندي برضو الاستيكر ده بمسحه برضو بالسلكة كده يعني ما بتسلخش مني او بيتقطع كده بقى زي الاستيكر التاني. وكمان سهل في الشيل، يعني ممكن بقى تشيليه في اي وقت زي ما انت عايزه. اما التاني بيغيب معاكي كده، وكمان لو انت مثلا جيتي تمسحيه ممكن يتقطع معاكي. كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل